فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. وذلك لأنهم إذا قدموا على النبي في مكة وأعلنوا إسلامهم نالهم من الأذى ما نالهم، والنبي لم يكن يكلف الصحابة بهذا، مما يدل على أن الإنسان لا يخاطر بنفسه ولا يعرض نفسه لأذى أو كذا، وله مندوح والحمد لله. هذا خلاف ما يفعله التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية من تكليف أتباعهم بقتل نفوسهم عبر أحزمة ناسفة وتفجيرات. قاتلهم الله، قاتلهم الله، فتنوا المسلمين وفتنوا شبابه حتى جعلوا هذا من أعلى أنواع الجهاد، أن يبذل نفسه بحزام ناسف أو تفجير أو كذا وكذا فيذهب بنفسه وبنفوس الآخرين. هذا الفكر عفن، والله لا يقضي على هذه الأفكار يا إخواني إلا السنة. ما يقضي عليها صوفية وأشعرية يتكلمون عن الإرهاب ليل نهار دون علم ولا ضوابط. والله سخروا حربهم للإرهاب حربا للسلفية. الأشاعرة والصوفية حربهم للإرهاب ليس الإرهاب، إنما سخروها حرب السلفية بأن جعلوا الإرهابيين هؤلاء هم السلفيين، وهذه أفكار السلفية. أما الإسلام الوسطي خذ الناس إلى الموالد والطبل والزمر والحضرات، هذا هو الوسطي الذي يستقبل الشيعة ويقربها، والذي يستقبل غير المسلمين ويقربهم، ويظن أنهم بذلك يعالجون الإرهاب، وإنما هم يزرعون الإرهاب، لأن أصلا حجة الإرهاب في التقتيل إنما أتت بعد التكفير، والتكفير هذه صور عنده. إذا البلد كافرة، إذا الناس كفار، إذا كذا كذا كذا، فيقتلون ويكون عندهم ماذا؟ ويكون عندهم حجة في هذا الأمر. إنما لا يدمغ أي باطل إلا السنة، ولولا السنة بعد فضل الله عز وجل لكان جل شباب المسلمين على هذا. ولهذا انظروا فتاوى العلماء في حكم من يقتل نفسه، لكن تعالوا إلى فتاوى الحزبين والتكفيرين وغير ذلك، إلى من يقتل نفسه بطل شهيد، كل يقول شهيد. حسان يعتبر أن هذا قاتل نفسه وأنه آثم وكذا كذب يعني على الله ورسوله، والحويني يعتبر هذه جليطة، اللي يفتي بهذا جليطة، اللي يقول هذا منتحر ولا هذا قاتل لنفسه يعني فيكون جزاء ما جاء في الجزاء من قتل نفسه، هذا جليطة. لأن المسكين ما يدري، يقول لأن جمهور العلماء على أن الانغماس في العدو كذا أنه عمل مشروع، فقاس قتل النفس على الانغماس بحجة أن المنغمس إذ غالب الهلكة. شوف يا أخواني عدم الضوابط في الفتاوى والخروج عن كلام العلماء، والخروج عن كلام العلماء. فحسان يعتبر هذا كذب على الله ورسوله، ولو مشت الأمة وراء حسان فإن هذا كذب على الله ورسوله، إذن هذا بطل وبالتالي يفجر نفسه. لو مشت الأمة وراء حسان حينما ضرب تنظيم القاعدة برجين في أمريكا كما تبنى ذلك أسامة بن لادن، قال هذا الرجل الذي أعاد للأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، إذن غدا أنا سأنتقل إلى القاعدة وأكون مع تنظيم القاعدة. أكون مع تنظيم القاعدة. لما أقرأ عن بن لادن وترجمة بن لادن وترك الدنيا وذهب إلى هناك وإلى آخره، وهذا أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، فأكون عند بن لادن وأريد فكرة. فالحمد لله ما يضر هذه الأفكار إلا السنن، والسنن علم وتحرير المسائل ومعرفة كلام أهل العلم في هذه المسائل، حينئذ لا يضيع الناس ولا يضيع الشباب، والحمد لله. الله المستعان. نعم. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. لو مشيت مع حسان والحويني في أسامة بن لادن وحكم من يقتل نفسه، ومشيت مع حسان في حماس والصنوار وما فعلوه، مشيت مع حسان في الثورات، مشيت مع حسان، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت ذاهب؟ يقول لك المداخل بيشتموا العلماء، اشتموا العلماء، ده أنقذوا الأمة من هؤلاء التكفيريين الجبنة. هؤلاء يجبنون عن شيء واحد فقط، هو أن يأخذوا الأرض بالجهات والبنادق ويروحوا الجبال بس، لكن الألسنة حداد.
في هذا الأمر. شوف حسان وما فعله تنظيم القاعدة، حسان وفتاوى التفجير، فتاوى الأحزمة الناسفة وقتل الشاب لنفسه مفجرا لنفسه في يهود أو في كذا وكذا. شوف حسان ومدح السنوار وحماس. هو فين حسان الآن؟ سكتوا ليه عن حماس الآن؟ يعني لماذا لما يطالبوا يطالبوا أمة غزة بالقتال، هو القتال الدفع انتهى يا إخواني ولا إيه؟ يعني احنا اليهود خرجوا، هم ليه وضعوا أسلحتهم؟ هو حماس سكتت ليه؟ اليهود خرجوا ولا حطوا لهم خطوط أخذوا جل غزة؟ ألا أنت بتقول طوفان أقصى، ولم يكن هناك حد في غزة إلا حد غزة المعروف بينك وبين اليهود. الآن وضعت في غزة الحدود، خط أصفر وخط أحمر، ساكتين ليه؟ هو الجهاد انتهى؟ مش ياخد جهاد الدفع ويجب الدفع لا يلزم له إمام ولا. طب إيه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ هم لماذا سكتت حماس؟ لماذا لا يجيبون على أهل غزة الدفع؟ هي غزة اليهود خرجوا؟ إياك تقول غير قادرين، إياك تقول لابد من راية، إياك أنت أدخلتهم بلا راية ولا قدرة، والآن لا راية ولا قدرة. السؤال بقى لماذا وقفوا؟ لماذا يرضون بأن اليهود يضعون لهم حدودا وخطوطا صفراء وحمراء؟ لماذا؟ لماذا السكوت؟ الضعف كان من أولها، الضعف كان من أولها، صح يا إخواني ولا لا؟ التعليل بالضعف الآن. طب لماذا ما عللنا بالضعف من أوله؟ كنا لا نظن. طب تجرب فينا في إيران، تجرب بأمة. إذا ما كان عندكم دراية على ما بدأتم بهذا البلاء والشر المستطير، حتى تعلموا، أنا أقول هذا ليه؟ حتى تعلموا أن سفينة العلماء هي سفينة النجاة، وأن الأمة لا تزال بخير ما لزمت العلماء، ليس الحركات ولا التنظيمات ولا الجماعات ولا الفتاوى الفردية ولا إلى آخره. ما عدنا نسمع حسا وخبر. فين فيصل قزار هذا؟ في راح. فينك يا حسان؟ رحت. فينك يا برهامي لما أوراق ورجع؟ لا أنا خلاص حماس اتضح أن العمل أكبر منها ودي مضار. فينكم يا جماعة؟ فينكم؟ فين جيد باب السنن؟ جالس اهو الحمد لله، لسه جالس يقول جيد بالسنن، جالس يقول كل ما وقعتم فيه لما أعرضتم عن السنن، جالس اهو قاعد لكم اهو، جالس اهو. رحتوا فين بقى انتوا جيتوا؟ مش بخفي حنين ولا ملأوهاش، لم يجدوا خفي حنين، وانت بتاع جيد بالسنن جالس اهو. الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنها سنن، وأنا إذا مت بقيت السنن سنن. جهاد شرعي، فين الجهاد الشرعي؟ فين فين القدرة؟ فين الراية؟ فين لتكون كلمة الله العليا؟ فين هذا؟ فين راح؟ جالس جاي بسنن. ارجعوا السنتين اللي فاتوا، تعالوا وقارنوا بين هؤلاء وهؤلاء. فينك يا فلان؟ وفينك يا علان؟ فينك يا كذا؟ يا من كنتم كأن الرجل مجنون لما قال يا أبا عبيدة جاي بسنن. راح أبو عبيدة وراح سنوار وراح. كان وقتها في السنوار، كان وقتها في هنية، كان في وقتها في أبو عبيدة، كان في وقتها في الخطب الرنانة، وكان وقتها في العالم المشتعل، كان وقتها التحليلات للنهار، وكان وقتها العواطف الملتهبة. فجأة طلع يا أبا عبيدة جاي بالسنن، يا أبا عبيدة لا تضع يدك في يد الروافض، يا أبا عبيدة. كان هذا الرجل مجنونا. هو الراجل ده منين؟ ده بيقال من عزبة اسمها عزبة خاطر، خلي بالك، بلاغات والله يا اخواني، بلاغات. شوفوا عنوانه اللي عايز يقتل على طول، اللي عايز يقتله على طول. هذا ترجمة الرجل له من عزبة خاطر تبع مركز بيئة محافظة كفر الشيخ، اللي عايز يروح له هناك موجود هناك اهو. هذا طلع لنا من ده، طلع هذا منين؟ أين ذهبتوا أنتم؟ روحوا يلا،
ومنتظرك يا ياسر يا برهامي، منتظرك إن شاء الله، منتظرك يا ياسر يا برهامي لما ترجع من البرلمانات، وتيجي تبكي وتنكس رأسك وتغمض عينيك المعهودتين، ورأينا أن نترك هذا لأن كذا والحمد لله احنا أردنا خيرا، ولكن كما هي عادة. أعيد لك أهو، احنا أهو آخر 30 آخر يوم في رجب، أعيد لك أهو، منتظرك زي ما انتظرت غيرك، زي ما انتظرت الإخوان وزي ما انتظرت غيرك. أعيد لك أهو يا برهام، إمتى هترجع يا برهامي وتعلن البراءة من هذا وتقول أخطأنا؟ أو ياسر ما بيقولش أخطأت بقى، ياسر بيجيب لها حاجة تانية. ياسر بيجيب لها حاجة زي ما قال كده البرلمان من فترة كان كافر، الوقت لم يعد البرلمان عندنا كافر. طب غدا بقى لسه هتشوف انت، تجربة، دي تجارب. فنحن هننتظر عودة برهامي، ياسر برهامي، وأنا بقول لكم هذا الكلام واحفظوه جيدا. هيعود هذا ليرى أن احنا كنا عبثا كنا نحاول هذا المال، مثل غيره وغيره 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 وهكذا. الشعوب تجارب، الشباب تجارب، وفي النهاية أفكار أناس يجلسون على مكاتب يخرجون بيانات ويربون شبابا. وفي النهاية ليه؟ لأن هذه ليست صادرة عن سنن، ليست صادرة عن علم، ليست صادرة عن كلام علماء. ولهذا بفضل الله أقولها صراح، علماء الأمة الأكابر أعطون التراجع، ورطنا الأمة وإننا لا نرفع أيدينا الآن بالتوبة. ابن باز قالها، العثيمين قالها، الألباني قالها، حامد فقي قالها، شاكر قالها. أعطوني يا أخواني تراجعات الأئمة الكبار. ما في، الحمد لله لا يوجد فضل الله صمم أمان العلماء، إنما يتراجع غيرهم ولا يرجعون. وانتبهوا، ضابط سلفي عظيم احفظوه، فهو خير ما تسمعون، فقه السلف الصالح. هؤلاء لا يرجعون إذ يتراجعون إلى سنن، إنما كما قال السلف لما قيل لأحد الأئمة، هاتوا الأثر هذا، فلان رجع حتى يفرح، قال انظر إلى أي شيء ينتقل إليه. يعني لن ينتقل إلى سنة، سينتقل من ضلالة إلى ضلالة. لا تفرح بس اصبر، انظر إلى أي شيء سينتقل إليه. لأن التراجع المحمود له صفة أخرى، تراجع المحمود بأدلة مش بتجربة، مش خضنا فوجدنا. ما هو موقف برهام من حماس لما تراجع في الآخر وإن يا حماس أوقف اللي فيه أضرار، تراجع تجارب، تراجع إن فيه ضرر، مش تراجع منهجي، مش إنه لا يجوز أن نقاتل إلا براية وقدرة. تلك السنة يا ابن أخي ونعود إليها. لا، احنا كنا معكم في الأول لما كان في كذا وكنا نظن كذا وكانت الأخبار تأتينا كذا، وأما الآن فصار الوضع كذا وصار الوضع كذا، فلا يصلح أن نستمر على هذا. ولهذا احنا بنقول ونطالب حماس بأنها تعود إلى ماذا؟ عن هذا الأمر، نظرا للأضرار الناجمة، نظرا للمصالح، نظرا للمفاسد، نظرا وهكذا. لكن نظرا لسنة لا. ولهذا يرجع برهام ومن معه إلى ضلالة أخرى، مثل ما دون أعضاء الجماعة الإسلامية مراجعات لا تراجعات وما أدري انتقلوا إلى إيه. عاصم عبد الماجد هذا اللي من الجماعة الإسلامية انتقل إلى الآن بيكفر المداخلة، زنادقة، كفر مداخلة. تمام. فانظروا إلى أي شيء يرجعون إليه. العائدون هؤلاء إلى ماذا؟ من ضلالة إلى ضلالة، وليس من ضلالة إلى سنة. قل ما رجع من هؤلاء إلى سنة، ما رجع من هؤلاء إلى سنة. فين هو؟ أين هو؟ لكن الغالب انظروا إلى أي شيء ينطق. جبت الأثر؟ نعم. لما قيل له إن فلانا قد رجع وكذا، يعني ليفرح، قال انظر بس، انظر إلى أي شيء يرجع إليه، سينتقل من ضلالة إلى ضلالة. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. وده أمر معروف، إحنا بنرى بأعيننا، نرى بأعيننا. ما لم تتكلم في المسائل بضوابط الشرع هترجع إليه، ترجع إلى الضلالة، تقديرات، مصالح ومفاسد. فها نحن ننتظر
ياسر برهامي ليعلنها بعد ذلك، سترون أن ياسر برهامي سيعلن هذا. نعم.